السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ كتير جدا منكم كلمني على الميدالية اللي بتتلبس زيها زي الاسورة، زي ما انتوا شايفينها اهي. شايفين الجمال ده عاملة ازاي؟ طبعا دي بتتلبس كده اسورة، بيبقى شكلها حلو جدا ومش بتنسيها في اي وبكده مكان. تقدروا ممكن تلفوها تقفليها سبحة زي وكمان الصورة كده تصويرها في نفس وتمسكيها الوقت. في ايديكي عادي. بتكون جميلة هي كده، اتنين ولو في ايد واحد. الشخص اللي يلا قدامك بينا بتبقى نشوف طريقة اكبر عمل طبعا الميدالية بنطول في او الخطوط بتاعت السبحة الجميلة قوي اللي هتنفع لكل الناس. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف الحاجات اللي احنا احتاجناها هتكون ايه. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم كده، هي دي الحاجات اللي انا احتاجتها طول الفيديو. وطبعا اللي عنده سؤال عن اي حاجة انا ما عنديش مشكلة طبعا ان انا اشرح لك كل حاجة حتى لو بالتفصيل. لو هشرح لكل حد بيخش عشان يتكلم معايا انا عادي، ما فيش اي مشكلة، واعيد لك الفيديو مرة واتنين وتلاتة. ولان انا بالفعل هنزل اكتر من فيديو واكتر من طريقة للسبحة دي. بصوا انا هنا كنت بقص حرف خيط السنارة علشان اقدر اشتغل. يلا بينا، احنا هندخل في الاول 33 حباية. 1 2 3 4 5 6 ادي 7 حبايات. 8 ادي 9 10 وادي 11 حباية. يلا بينا نطلع. انا بعدهم تاني وبتاكد لان دي امنه، وطبعا دي سبحه وانها ما تبقاش صح، دي حاجه مش هتبقى كويسه. بصوا احنا هنبتدي هنا نحط الشواهد بتاعتنا. هنحدد كده فاصل، هحط الشاهد اللي في النص وهرجع تاني احط فاصل. طبعا انا كنت جايبه الفواصل دي علشان احطها في السبحه، لكن صاحب السبحه دي قال لي لا، انا عايزه تكون حاجه سهله وبسيطه وسيمبل قوي عشان انا هلبسها فعلا في ايديا. طبعا انا مرضتش، برضو انتوا هتشوفوا طبعا التركات دي كلها في اخر الفيديو. انا مرضتش اطول قوي السلسله بتاعت السبحه لحد لما نشوف هو هيكون عايزها ايه بالظبط. هيكون عايزها اطول ولا اقصر، ولا هو هيعوزها سبحه كده يعلقها؟ لسه احنا مش عارفين. لكن طريقه السبحه دي حلوه وجميله، وهنزل منها الفتره اللي جايه فيديوهات كتيره جدا لانها طلبت مني كتير. يلا بينا، احنا حطينا بعد كده كمان 11 كمان الفواصل وكمان الشاهد اللي اتبقى معانا، وهرجع تاني احط ال11 التانيين. بصوا هو انا عارفه ان انا ماشيه خطوه بخطوه، بس لكن خطوه بخطوه دي هي اللي بتعلمكم كل التفاصيل وكل التركات اللي موجوده في السبحه، اللي هي انتي مش هتخسري حاجه انك هتتفرجي على فيديو واحد بعد كده هيعلمك الطريقه اللي هتعملي بيها كل السبح اللي جايه بعد كده. يلا بينا، انا هنا كنت بدخل ال11 خرزايه كريستال. اهو بالطريقه دي. انا هاجي يلا هقفل بقى السبحه بتاعتي. بصوا هي باينه انها صغيره، وهي فعلا صغيره لانها ما فيهاش شواهد ولا فيها اي حاجه غير السبحه السوداء اللي انا كنت عاملاها قبل كده. كان فيها طبعا فواصل وكان فيها حاجات كتير لان صاحبها هو كان عايزها كده. يلا بينا نبتدي ان نحط ستوبر. هنمسك وهندخل، ده غطا ستوبر. هنبتدي نسحب وهجيب بقى ستوبر نفسه اللي هي الصغير. بصوا انا بحط واحده بس في دي لان دي استوبرات استلس من اللي مش بتتخلع ومش بتتفك منك، مش العاديه دي بتبقى اغلى شويه، بس انا بالنسبه لي مش فارقه معايا خالص انها تبقى اغلى، بس امتن كتير طبعا وتخلي السبحه معاكي تقعد معاكي سنين كتيره جدا وما تفكش منك ابدا ابدا. لان انا جربت الموضوع ده كتير، جبت الاستوبر العادي وجبت الاستوبر الاستانلس، وطبعا الاستانلس كان افضل وامتن بكتير قوي معايا. انا هنا كنت بعدل غطا الاستوبر نفسه. تمام انا كده عدلته.
هبتدي ان انا اجيب حلقة. الحلقات دي يا جماعة بتبقى جامدة جدا، في حلقات بتبقى طرية، يعني انا ماسكاها وبجد ما كنتش قادرة افتحها وما عنديش زرادية تانية. بصوا اهو، هبتدي احط بقى المسطرة دي اللي هي المفروض بتدخل في الحلقة زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. احنا كده محتاجين نفتح الحلقة كمان شوية صغيرين. انا بجد بعاني وانا بفتح الحلقة دي لانها فعلا جامدة جدا. كمان حطينا المسطرة، ابتدي تأكدي واقفلي كويس قوي. انا بحب اقفلها كويس قوي علشان اتأكد انها تكون دايما متينة وما تتخلعش. طبعا هي بتبقى حاجة يعني مميزة، والحاجة اللي معمولة هاند ميد طبعا بتبقى لها ميزتها وشخصيتها، بتبقى شيك وهي روح فنان في الاول وفي الاخر، ده ابداع. يلا بينا نشوف الطرف التاني احنا هنعمل ايه. الطرف التاني كمان هبتدي كمان مرة احط ستوبر. طبعا هنا حطيت ستوبر، غطى الاول الستوبر اهو عند الطرف ده. هبتدي احط غطا الستوبر بتاعي عادي جدا. ثواني لان انا مش لاقيه قدامي، فهفتح كيس جديد. بالطريقه دي اهو. انا هاخد واحد منه لان انا مش لاقيه قدامي خالص دلوقتي غطيان ستوبر. بس يلا بينا. وادي غطا الستوبر دخلته بالطريقه دي. وبعد كده هناخد ستوبر بقى عادي، طبعا ده برضو الاستانلس. وهبتدي اقفل بنفس الطريقه والاسلوب ده كده. هبتدي اقص الزياده وهقفل الستوبر عادي جدا. طبعا هي لو فيها فراغ كده عشان تقدري تسبحي بطريقه كويسه وما يكونش الخرز مضايقك ابدا. يلا بينا نقفل السبحه بتاعتنا. طبعا انا قلت لكم ان الحلقات دي صعبه جدا في فتحها، وبجد انا كنت محتاجه قوي ان حد يشد معايا من الناحيه التانية. يلا بينا ندخل الحلقه بالطريقه دي. افتحوها يا جماعه لانها صعبه جدا. طبعا دي على ضمانتي انها لا بتتفك ولا اي حاجه. انا هحطها من الجنب التاني، محتاجه تتفتح اكتر. هحطها من الجنب ده. موضوع صعب يا جماعه، كنا محتاجين زراديه كمان جنب دي اهو. هنقفل تاني الناحيه دي. الناحيه التانية بيبقى فيه حلقه موجوده. احنا بنفتح وبنعمل حلقه جوه الحلقه دي وبنحط ما شاء الله بتاعتنا. طبعا انا كده خلصتها، لكن انا كنت عايزه اعمل لها كماله تانية. بعد ما خلصت كنت عايزه اعمل حته سلسله كده تانية صغيره، بحيث انها لو في اي وقت صاحبها حد حب يلفها على ايده حب يطولها. فانا قبل ما اقفل بقى كنت زودت حته من ناحيه المسطره، زودت حته كمان للسبحه، حوالي كام حلقه كده زودتهم فوق بعض عملتهم سلسله. انا شايفاها جميله جدا جدا وقطعه فنيه رهيبه بجد.
اللي عجبته السبحة دي يكتب لي في كومنتات، وانا هعمل لكم كذا سبحة الفترة اللي جاية بنفس الطريقة والاسلوب ده. اشوفكم على خير، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد. اتمنى منكم تسيبولي كومنت جميل. اللي